السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل اي حاجة اعذروني على صوتي، عندي دور برد فظيع بحاول اتعافى منه بأي طريقة، وحتى الفيديو ده هينزل متأخر فاعذروني. يعني النهاردة حبيت اوريكم حاجة كده كان حد طلبها مني، وهي ان انا اوريكم ايه الكوتشينات اللي عندي، ايه الكوتشينات وايه انواعها اللي انا بستعملها والكلام ده كله. وبرضو هجاوب على سؤال حد كان قال لي ازاي لو انا مرتب الكوتشينه احمر اسود احمر اسود احمر اسود احمر اسود، لو انا قسمت ازاي الترتيب ده ما يبصش. فانا هفهمك دي وهوريك الكوتشينات في الفيديو ده. جاهز؟ يلا بينا. طيب تعالى نبدا كده بقى بالراحه، وبعيدا عن التراب بقى والحاجات دي. تعالى نبدا باول حاجه على اليمين، دور ابيض بستعمله في المنتاليزم. يعني ايه بستعمله في المنتاليزم؟ يعني بطلب مثلا من شخص يفكر في اسم حد ويكتب على ورقه، فما بقاش في ورق مثلا، فبيبقى معايا الرزمه اللي انت شايفها دي. طيب دي علبة كده كان فيها زهرة، ما علينا منها. ده بقى الكارت ده كان اللوجو بتاعي زمان، اللي هو MIG The Mind Hustler، وده طبعا كان الويب سايت بتاعي. فدي اخر نسخة من الكارت في الطباعة، فسبتها معايا يعني. وقلنا دي الايه، العلبة دي ambiguity. ده الستيكر بتاع الخدعة بتاعتي اللي انا عامل منها حوالي دلوقتي باقي كام، باقي تقريبا 6 أو 7 باكجات، مش فاكر والله، هبقى اوريها لكم برضو في الاخر. والعلبة دي بقى جواها جواها كروت معينة. مثلا ده كارت مش هينفع اوريهولكوا لانه كارت شرح الحاجة، ودي كانت خدعة بستعملها تقول للشخص فكر مثلا في حاجة من دول او حلم من دول: الطعام، الاشباح، الجري، الاسنان، مش عارف ايه، وغمض عينك وتعرف ايه الحاجة اللي هو بيفكر فيها. ده كارت تقريبا انا محتفظ بيه بس كده من كوتشينة كان اسمها Tragic Reality اعتقد، يعني ان لم اكن مخطئا. وعندي برضو كروت كده، يعني الكارت ده كنت تقريبا عامل بيه خدعة وتنيته فسبته ماتني، قلت ممكن احتاجه في حاجات. كذلك نفس كارت تراجيك رياليتي، بس انا برضو تانيه، فقلت ايه بدل ما ارميه خليه عندك. ده كان كينج اوف دايموندز. وده كارت من كوتشينة اسمها كيبر، هو الجوكر. اوقات ما بحبش احط الجوكر في في الكوتشينة. وده كارت كذلك. دي بقى الكوتشينة اللي هي المصرية بتاعتنا، بس لو تلاحظ بنتين من الظهر فيه وحايد. دي برضه حاجات كده كنت بستعملها. وزي ما انت شايف ده كارت من كوتشينة ديسبشن بتاعت مصطفى برجاوي، ده برضو انا اللي صانع دي. ده كارت ابيض بس لونه احمر، ده بلانك كارد. ده جوكر تاني من كوتشينة بايسكل عادية ستاندرد. وده كارت دبل باكر من كوتشينة ميدن باك مش ستاندرد. ودي كيورز ذا كانسر، دي كانت حاجة لها علاقة عندي بالجامعة في كلية صيدلة. كان عندنا نبات اسمه فينكا، وكانت وظيفته ان هو بيكيورز ذا كانسر، وكانوا طالبين مني فيديو ان انا اعمل لهم يعني وكده، فيديو ليه علاقة بالماجيك وفي نفس الوقت ايه ندخله في البروجكت يعني، فعملت دي. وده كارت تاني اهو، سبورت بالستين. دي انا اخدت عليها بان على انستجرام، لو انت بتتكلم في السياسة مش عارف ايه، كانت خدعة كده، كارت كاتب عليه كده 5 سبيدز، كارت عادي، بنت في ظهرها 1، وهنا في بنت عادية وبنت اكيد لا 1. اوكي تعالوا نكمل. في هنا شوية كروت زي كروت الاعلانات اللي بتيجي مع بايسكل اهو. هنا في جوكر بس مخروم. ده كارت من كوتشينة كان اسمها ايه يا ربي، كان اسمها نايتس. تمام. ده كارت من كوتشينة DMC، كارتين خلاص. وده برضو كارت اعلان، كارت جوكر بس ده ماندولين باك مش ميدن باك ولا ستاندرد. وده كارت من كوتشينة إليتس باي DMC. مين DMC؟ هو ده DMC بعت لي المسج دي: تو محمد enjoy the cards this DMC. ولو انت مشفتش الفيديو ده هبقى اسيب لك اللينك تحت في اول كومنت، بقى اتفرج عليه ازاي انا عرفت ايه، ازاي هو عرفني وبعت لي الحاجات دي. ده كارت دبل باكر بكارت اسود، وكارت من الناحيه التانية من كوتشينة كيبر، وهبقى اشرح لكم خدعه ليها علاقه بالكارت ده مخصوص. اوكي. وده كارت كده عباره عن كذا طبقه، انت لو لاحظت حاول اعمل فوكس اهو، في كذا طبقه
ومن الناحية النص التاني طبقة واحدة، بس هو جوكر يعني. طيب نكمل. دي خدعة أنا ألفتها في سنة 2018، كان اسمها Any Dice Anywhere. لو حد حابب يتعلم الخدعة دي أنا مستعد أشرحها لكم ببلاش، لأن أنا كنت هنزلها اكسكلوسيف على بينجوين ماجيك ورفضوا بسبب إنهم مش لاقيين الغطيان دي. خدعة إنك المفروض بتحط زهرة وتحط عليها الكب دي وتعرف إيه الرقم اللي تحت الكب. فلو انتوا حابين اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين شرح خدعة الزهرة او خدعة AZAW وانا هشرحها لكم في فيديو مخصوص. اوكي انا معايا منهم 2 زي ما انتم شايفين، بس هم مطربين. الحاجات دي طبعا مش بقرب لها كتير فمش مشكلة. وزي ما انتم شايفين في جوه شوية زهر. اوكي وهنا برضو في كابس دي لازمتها ان مثلا بطلب من شخص يحط جنيه تحت كب منهم وبعرف انه كب فيها الجنيه. ونيجي بقى هنا على الكوتشينات. اول حاجه دي ديسبشن، بس طبعا هي بهتانه بسبب كتر الاستعمال زي ما انتم شفتوا كده، او زي ما انتم هتشوفوا. دي بقى ديسبشن لسه جديده خالص، سيلد، بس هي مفتوحه من فوق بس. ودي ديسبشن بس دي علبه فاضيه. هنا بقى كمان ديسبشن تانية. انا عندي من ديسبشن كتير، بس طبعا مش بستعملهم ومش هبيعهم. ممكن ابيع واحده بس هتبقى غاليه جدا، لان الكوتشينه دي نادره، مش مطبوع منها غير 500 علبه بس زي ما انتم شايفين. دي ممضي عليها من صاحب الكوتشينه اللي هو مصطفى برجاوي. مصطفى برجاوي ده اللي ما يعرفوش، هو لولا انا ما كانش زماني قدامكم دلوقتي. هو فادني كتير جدا في الماجيك، وهو يعتبر بالنسبه لي من وجهه نظري برضو هو الماستر بتاع الكارد ماجيك والمنتاليزم وكده في الشرق الاوسط. ودي برضو هو ماضي عليها، وذا فاينل وان برضو ممضي عليها. اوكي نيجي بقى على الكوتشينات اللي في الشمال دول، هقول لكم قصتهم. في منهم كوتشينه بتاعت كريس المصري، بس دي مش كوتشينه كامله، دي حاجه تانية. هبقى اجيب لكم صورتها في فيديو. والباقيين دول بقى كنت شاريهم من امازون على اساس انهم بايسكل، وانضحك عليا وجالي كوتشينات مضروبه. فقلت بدل ما ارجعهم واعمل مشكله وبتاع، اخليهم اعمل بيهم جيمكس وبتاع كده وحركات يعني، وسبتهم عندي. دول بقى كوتشينات تانيين نفس الشيء، هتلاقيني برضو بتدرب بيهم، بعمل بيهم جيمكس، بعمل بيهم حاجات وهكذا. طيب نشوف بقى. هنا عندي زي ما انت شايف ستاندرد عادية، ستاندرد تاني، ستاندرد تالت لون ازرق. وفي هنا عندي كوتشينة نايتس اللي انا اتكلمت عنها في بداية الفيديو. على فكرة الكوتشينات دي هتلاقيني عامل ريفيوز عليها في القناة، ادخل دور كده في بلاي ليست اسمها بلاين كاردز او كوتشينات او حاجة كده، دي برضو بتدرب عليها فخليها هنا. دي تراجيك رياليتي، بس انا حولت الكوتشينه دي لكوتشينه انا مصنعها اسمها لوكيت مي، خدعه اسمها لوكيت مي، فدي بتستخدم لخدعه معينه. وفي الكوتشينه دي، ودي نادره دلوقتي انك تلاقيها، اسمها مومنتو موري. الكوتشينه دي من جوه شكلها رهيب، ودي كوتشينه انا عاملها مخصوص. بمسك الكوتشينه في ايدي، بخلي شخص يختار كارت، فكر في الكارت، واحط الكروت كلها في ايدي وبعمل كده. الكارت كارت ايه، الكوتشينه كلها بتختفي. دي طبعا كوتشينه معموله برضو لخدعه معينه. دي كوتشينه عباره عن حروف الفز DMC برضو، بس دي انا شاريها مش DMC اللي بعتها لي. دي معموله لحاجات معينه برضو. ودي هيليونز باي دانيال ماديسون. ودي كيبر كلمتكم عنها. ودي كوتشينه صيني كده كنت جايبها من امازون، بس بعمل بيها خدعه معينه. ودي كوتشينه فيها جيمكس انا اللي مصنعها. ودي برضو كوتشينه لخدعه معينه. نيجي بقى على اليمين، دي كوتشينه ميدن باك، ودي بلاك تايجر ليجاسي اديشن. ودي برضو ميدن باك زي الاولى، بس في واحده فيهم اقدم من التانية. دي بقى كوتشينه اسمها اكسبرت باك، واتكلمت برضو عنها في فيديو. كوتشينه باين من جوه انها كانها متوسخه وواقع عليها قهوه وطين وكلام من ده، بس هو ده الستايل بتاعها. فكوتشينه لذيذه قوي وبرضو نادره. الكوتشينه اللي تحتها دي معموله لخدعه معينه، واللي مكتوب عليها ليترز دي عباره عن كوتشينه كلها بيضه، بس انا كتبت فيها حروف ABCD وكده. اللي تحتها الكوتشينه بتاعت كريس المصري، اكيد في ناس كتير عارفه كريس المصري. والكوتشينه الاخيره دي كيبر. دي بقى يا سيدي امبيجيوتي. دي بتبقى عباره عن، او لما انت بتشتري بتاخد زي باكج كده، استنى عشان هيقع اهي. تاخد زي باكج فيها 4 كروت وظرف. الظرف ده جواه توقع، بتقول للشخص اختار اي كارت من ال4 كروت. بيبقى فيه جوه الطاقية دي، وفي وردة، وفي مسدس، وفي زي دمية كده وألعاب، وتقول له اختار كارت، والكارت اللي بيختاره بيطلع جوه الظرف اللي جوه. الخدعة دي سعرها
بالدولار طبعا، 15 دولار. بيجي معاها الخدعة دي، بتستلم دي، بتاخد فيديو شرح وبي دي اف، وبدخلك فيسبوك جروب عليه اكتر من 50 ماجيشن بيشاركوا الافكار بتاعة الخدعة دي. ده المكان اللي انا حاطط فيه امبيجيوتي. دي كوتشينة اسمها ذا سيشن 2023، معمولة لمؤسسة فانيشنج انك. واللي وراها دول كوتشينات دي ام سي دول، ودول كوتشينات رير. هما من بره بايسكل عادي، بس هما لا كوتشينات تانية. وفي بقى على الشمال كده حاجات بس مش هينفع اوريها لكم. ودول تقريبا كل الباكجز او الحاجات اللي عندي. كان في حاجات اكتر من كده بس اتباعت، وفي حاجات برضو ساعات مثلا ببقى خارج مش عارف ايه وبطلع الحاجات دي هدايا مثلا، فتلاقي كان عندي حاجات كتير ومبقتش موجودة عندي يعني. بالنسبة بقى الموضوع كارت احمر كارت اسود كارت احمر كارت اسود، كان في حد سألني في فيديو ان ازاي الستاك مش هتتلخبط لو انا بقسم من فوق لتحت. تعال افهمك ببساطه. انت لو عندك كارت احمر كارت اسود كارت احمر كارت اسود بس، يعني هم 4 كروت، احمر اسود احمر اسود، وانت مسكت اول كارتين اللي هو احمر واسود حطيتهم تحت، الستاك هتبقى ايه؟ هتبقى اسود احمر اسود احمر. تمام. طب لو مسكت اول كارت بس اللي هو الاحمر حطيته تحت، الستاك هتبقى ايه؟ هتبقى اسود احمر اسود احمر. طب لو مسكت اول 3 كروت حطيتهم تحت، ركز، احنا بادئين باحمر اسود احمر اسود، فلو شلت اول 3 اللي هو احمر اسود احمر حطيتهم تحت، هتبقى الستاك اسود احمر اسود احمر. فانت طول ما انت بتقسم من فوق لتحت او من تحت لفوق، الستاك هتفضل في سايكل كده، في دايره هي عماله بتلف وخلاص. انما مفيش مثلا، مش هتمشي تلاقي كارتين حمر كارت اسود كارتين سود كارت احمر، مش هتلاقي ده. لازم هتلاقي كارت احمر وراه كارت اسود طول ما انت بتشيل من فوق تحط تحت او العكس. وده كانت اجابتي على السؤال بتاعت الستاك، ليه الكوتشينه او ليه الترتيبه دي مش هتبوظ وانا عمال بقسم الكروت. ووريتكم طبعا على الحاجات اللي عندي اهي. زي ما قلت لكم كان في حاجات اكتر، بس في حاجات انا بعتها وفي حاجات طلعتها هدايا وهكذا. وده كان في فيديو سريع كده لان انا تعبان قوي سبحان الله. حاجات في وقت ما انا بشتكي لكم يعني، فدعواتكم. ولو انت مش عامل سبسكرايب لازم تعمل سبسكرايب، لان انت في حاجات في القناه هنا مش هتسمع عنها في اي حته تانية. وزي ما قلت لكم لو عايزين نشرح خدع من اللي انا اتكلمت عنها في اول فيديو قولي تحت في الكومنتس. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه. ولو انت مش عامل لي فولو على انستجرام وفيسبوك اعمل لي فولو عشان بتكلم هناك عن حاجات مهمه وباخد ارائكم في حاجات وهكذا. ولو انت مهتم اكتر بمجال الخداع البصري وعايز تتعلم بجديه واحترافيه، هسيب لك تحت في الديسكربشن لينك الويب سايت بتاعي عليه كل الخدع والكورسات الاحترافيه. وما تضيعش وقتك لو انت فعلا مهتم بالمجال وعايز تتعلم صح. انا علمت غيرك كتير جدا، وبرده مش عايزك تاخد الموضوع اللي هو ايه ده هو اللي هيعلمني ويطلع يتريق عليا والكلام ده كله. مش دي دماغي خالص. عايزك بس تحط دي في دماغك، لان في ناس كتير بتحسبها كده وبتبص لها كده. زي مثلا تكون انت عندك مشكله في التغذيه والتمرين، تروح لكوتش يظبط لك هو الحاجات دي. هل هو الكوتش ده هيطلع يقول انا اللي حولته وانا اللي عملته؟ مش بتحسب كده، هو ده شغله. في حاجه في الماجيك اصلا اسمها كونسلتيشن، ودي الحاجه اللي انا بعملها. هي عباره عن ان انت ممكن تشوف ماجيشن لسه بادئ وعايز يتعلم صح، انت بتكون معاه خطوه بخطوه زي اونلاين كوتش كده بس في المجال ده، وبتفيده وبتشوف مثلا لو هو عايز يعمل شو في المكان الفلاني، طب ايه اقتراحاتك؟ فانت بتساعده، بتكونسلت هم للحاجه اللي هو عايز يقدمها. هو ده ببساطه اللي انا بعمله في الماجيك. فلو انت مش عايز تضيع وقت في انك تقعد بقى تدور وتعمل طب يا دارة دي صح ودي غلط، لان خصوصا الماجيك المجال ده سري قوي، فمش هتلاقي فيه الحاجات الكافيه اللي انت المفروض يعني تقرا فيها وتعرف عنها. وبس كده، مش عايز اطول عليكم، مش عايز اطول على نفسي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم فيه، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.